ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. بحكم الجوار وبحكم الإسلام وبما سمعناه من نداءات منطلقة من قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، تابعنا جميعا ما حدث في أثيوبيا في الأسبوع الماضي من هدم للمساجد وقتل للأبرياء. وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. المساجد في الإسلام خطها أحمر، من يتعدى عليها أو يتناولها بالسوء فإنه يعرض نفسه لسخط الله وغضبه. وهي دور العبادة، وهي دور التعليم، وهي رمز للإسلام والمسلمين، بدءا بالمسجد الحرام ومرورا بالمسجد النبوي الشريف وكذلك بيت المقدس. وهل مشكلتنا مع إسرائيل بعد قتل الأبرياء إلا مشكلة المسجد الأقصى؟ فكيف بنا أن نرى مثل دولة عظيمة كأثيوبيا أن يحصل فيها هذا من الهدم ومن الاعتداء الغير مشروع؟ حول هذا الموضوع المهم أستضيف في هذا البرنامج الشيخين الجليلين الدكتور عبد الله خضر، المحاضر والأستاذ بجامعة مرمرة بإسكودار، والدكتور حسن سلمان الداعية المعروف. فأهلا وسهلا بالشيخين الجليلين. أبدأ بك دكتور عبد الله خضر، أرحب بكم ثم نبدأ. ما الذي يحدث في منطقة شقر في أثيوبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أشكركم لاستضافتكم لي في هذه القناة التي تتحدث عن شعبنا الجار العزيز الذي نتمنى أن تكون علاقتنا إن شاء الله تعالى في أرض الواقع، يزور بعضنا بعضا في هذه المسافة المتصلة بعضها ببعض إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. وأشكركم أيضا لاهتمامكم في هذه القضية التي من كل مكان هب المسلمون من كل مكان بالاعتناء بها واستنكارها، وفرصة طيبة أننا نتحدث في هذا الموضوع. أولا من جانب ما سبب الاعتداء الخطير هذا على مقدسات المسلمين،
ومن جانب أيضا دور المسلمين في حماية أماكن العبادة، وكذلك الاهتمام بشؤون الدين والدفاع أيضا عن الاعتداءات على دينهم وعلى الشعب ككل من بعض الناس الذين عندهم يعني توجه متطرف حقيقة دائما، ليس في المساجد فقط، إنما قضية الحجاب وتدين الطلاب في الجامعات وكذا. هذه الأشياء كلها مما ينبغي التحدث فيها، وأشكركم على استضافتكم لهذا الموضوع. بارك الله فيكم. طيب، نحن نريد حقيقة يعني شرح مختصر عن ما حصل من هدم 20 مسجدا وقتل الأبرياء. ما هي شرارته دكتور عبد الله؟ حقيقة هذا الأمر يعني غير مسبوق حقيقة، ما يعني بهذا الشكل حتى في تاريخ إثيوبيا القديم. يعني هدم المساجد بهذا العدد لم يحصل أبدا، وهدم المساجد ليس ظاهرة في الحبشة، إنما منع البناء هو المعروف، أو منع الأماكن للمساجد في الأنظمة السابقة، هذا المعروف. ولكن الذي حصل هذا في هذه المدينة الجديدة اسمها شقر، وهي مدينة مكونة من 3 مديريات أو 6 مديريات، فتحيط بالعاصمة، تكوينها جديد. فبالتالي حسب ما يقولون أن هذه المدينة ينبغي أن تكون مدينة تبنى بطريقة مدنية حديثة وبعيدة عن العشوائية التي تعاني منها أديس أبابا نفسها. فبالتالي عندما بدأوا لتأسيسها توجهوا إلى البناء المرخص وغير المرخص. فأول ما توجهوا إليه إزالة الأبنية التي بنيت بغير قانون وبغير تصريح. فوجدوا تجمعات من المسلمين، طبعا بحكم أنها جار يعني للعاصمة، والعاصمة فيها أماكن صعبة أن تجد، والناس توجهوا إلى هذه الأماكن بكل سهولة، يشترون من المزارعين ويبنون في بيوتهم. فصار تجمعات يعني من السكان المسلمين. طبعا بطبيعة الحال المسلم لما يكون عنده 20 بيت ينبغي يكون له مسجد يعني، فبنوا بما عندهم من الإمكانيات من الزنك والخشب المساجد يعني أكثر من هذا يعني، بالإضافة إلى وجود في هذه المدن المجاورة هذه مئات المساجد. سمعنا أن أكثر من 300 مسجد موجود في منطقة شقر. أيوة، في مدينة شقر. مدينة شقر. أيوة، هذه مساجد بعضها قديمة. كم تبعد عن النساء؟ ما اسمه شيء تبعد يعني، كأنها جزء من العاصمة يعني. هي حي من أحياء العاصمة، تحيط محيطة بها يعني. كان سابقا بها اتجاه الغربي، كان أصلا كل اتجاه. ولماذا بدأوا من منطقة شقر؟ يعني لماذا بدأت الحكومة بتحديث العمران بمنطقة شقر؟ لماذا؟ هو أصلا يعني مدينة أديس أبابا بما أنها مدينة يعني عاصمة للبلد اسم وحدة إفريقيا وكذا، وكل الأمور كل المراكز التجارية والمراكز الدبلوماسية والتجارة كلها في هذه المدينة مكانها ضيق، أزعجهم حقيقة من زمان يعني، ليس هذا كأنها تنفيس عن هذا الضيق وكذا. فاختطوا أن يكون هناك بجوارها مدينة أوسع مجالها، فتبنى فيها سكنات للمواطنين بشكل يعني حديث. طيب. فهذا الذي جعلهم يعني يختاروا مكان أقرب، بمعنى في أماكن أخرى عدة للتأسيس. طيب، لكن أرادوا تنفيذا من العاصمة. شكرا لك دكتور عبد الله خضر. انتقل لك دكتور حسن. عدد المساجد التي هدمت بنص الحكومة 20 مسجدا. المعتاد في الدول الأخرى إذا أرادوا هدم مسجد أو هدم بناء يشعرون المواطنين بخطابات رسمية بيتا بيتا فردا فردا، ومن ثم بعد ذلك يعطونهم فرصة ثم يهدمون. هل حصل شيء من هذا القبيل؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه الآية سبحان الله تؤكد على قدسية المواقع التي يتم فيها عموما التعبد، بغض النظر هذا التعبد تعبدا صائبا أم كان تعبدا غير صائب. يعني ذكرت قضية المساجد يذكر فيها اسم الله، أما الأخريات لم يذكر فيها هذا الموضوع. ومع ذلك كأنما الشريعة تقول بأن هذا التدافع الذي ينبغي أن يكون لمنع الذين يريدون أن يهدموا المقدسات يجب أن يدفع شرهم بقدر الإمكان، حتى لو كان المقصود كنيسة، حتى لو كان المقصود أيوه. وبالتالي حتى يفهم أن المقصود ليس فقط أنه والله المسلمون الآن يتحركون لأن مساجدهم هدمت، لا، حتى لو أن هنالك والله أنت تريد أن تهدم كنيسة على رؤوس أصحابها فإن ذلك يعد مرفوضا بطبيعة الحال. وبالتالي المنطلق الذي حقيقة يتم تناول الموضوع فيه هو الطريقة التي تريد أن أو مارست بها السلطات الإقليمية في هذا الإقليم لما ذكره الدكتور، قضية أنك تريد أن تخطط. الحكومات بشكل عام المعاصرة طبيعي أنه والله تذهب نحو التخطيط، نحو التحديث، نحو العمران، نحو التجديد، ولكن دائما ما يكون هنالك حرص على أمرين: حرص على أن هؤلاء السكان وأنت تريد أن تزيل مواقعهم يجب أن ترتب لهم وضع معين يتم الانتقال إليه، ويكون أيضا بطريقة ممرحلة وبطريقة ممنهجة وبطريقة فيها تنسيق ما بين المواطنين والسلطات التنفيذية. ويدخل في حالتنا هذه السلطات الدينية، دار تهدم كنيسة تدخل المؤسسة الكنسية، دار تهدم مسجد يجب أن تدخل المؤسسة الشرعية للمسلمين. الذي حصل للأسف الشديد أن السلطات المركزية والإقليمية منذ فترة طبعا اتفقت على تحديث العاصمة، وبالتالي زي ما ذكر الدكتور محاولة تنفيذ الزحام الحاصل في أديس أبابا إلى هذه منطقة يعني يراد لها التحديث. قد لا يكون في إشكال، يبدو لي من الجميع أنه ما في إشكال أنك أنت تريد أن تحدث، التحديث مقبول. لكن ما حصل هنا أنا أنبه إلى قضيتين مهمتين. القضية الأولى أن التحديث تم الآن فيما يتعلق بالذات بالأحياء السكنية وكذلك بالمساجد، استخدم فيه القسر والإكراه، ولم يكن بطوع هؤلاء المواطنين. وخاصة معروف أن الحيازات في القانون الأراضي في كل الدنيا، إذا كان والله مواطن من المواطنين في منطقة ما خرج من المساحات التي تسعى الحكومات لتخطيطها وسكن في منطقة ما، يحق له ذلك، يحق له أن يسكن، يحق له أن يبني، يحق له أن يزرع، يحق له أن يرعى. فهذه منذ سنين، يعني يمكن من عهد منجستو والعهود التي بعده هذه المناطق موجودة والناس ساكنين فيها ومستقرين وحازوا عليها بطريقة، على كل بطريقة وضع اليد. الآن لما تأتي أنت لتنزع منهم هذه الحيازات اللي في الأصل هي لهم، يعني نحن الآن مثلا بمنطقة الشريعة هذه تعتبر أرض لساكنيها وملاكها، لمن أحياها، الأرض لمن أحياها. نعم. فهؤلاء الآن يفترض الحكومة عندما تريد تنزع هذا النوع من الحيازات تفكر ابتداء في مسألة التعويض، وفي مسألة البدائل، وفي مسألة أيضا الانتقال المتدرج. للأسف الشديد كل ما هو أمامنا الآن من إجراءات واضح فيها، هي قد تكون صح، منذ فترة أعلنت أن المنطقة ستحدث والمنطقة سيحصل فيها إعادة بناء، لكن لم يكن هنالك ترتيب في تقدير ترتيب صحيح فيما يتعلق بالترحيل، فيما يتعلق ببناء مواقع جديدة لهؤلاء الناس والانتقال إليها، في مسألة التعويض كذلك. لأنه أحيانا اللي قاعد يحصل الآن بحجة أنك أنت والله هؤلاء المواطنين بنوا من غير إذن من الحكومة تهدم مواقعهم وقد لا تعوضهم أيضا، هذه أيضا قضية أخرى. يعني لأنه إذا دخلنا بالذات الآن في هذه المناقشة بالذات بالتفصيل، هنالك مثلا من ينظر إلى أن القضية غير العامل الديني، فيها عامل آخر، فيها عامل إنه والله جزء كبير من هؤلاء السكان قد لا يكون من أبناء نفس الإقليم. فحكومة الإقليم أحيانا متهمة في هذا الإجراء بالذات بأنه ليست القضية قضية إنه والله مسلمين أو غير مسلمين، بقدر ما هي أيضا تريد غير أبناء الإقليم بغض النظر نوعهم ولونهم، مع أنه الآن أكثريتهم طلع أنهم من المسلمين، لكن هي تريد أن تحت غطاء التحديث تريد أن تخرج من ليسوا من أبناء الإقليم. وبالتالي هذه أيضا ملاحظة على كل ينبغي استصحابها في هذا. طيب، بما أنت ذكرت أن هذا حصل قسرا وإخراج الناس من المساجد وهدم المساجد أصبح قسرا، ما السبب برأيك دكتور حسن؟ نعم،
هنا النقطة المهمة، يعني مثلا الآن المجلس الإسلامي حسب ما متابعاتنا مثلا هو يرى ما في إشكال في التحديث، لكن لماذا أسرعت الحكومة؟ لماذا أسرعت الحكومة في محاولة الهدم دون تنسيق مع المجلس الإسلامي؟ يعني كان يمكن إنه والله المساجد لها قدسيتها والمصلين كانوا يباشروا أعمالهم ويباشروا صلواتهم، كون والله أنت تأتي بالجرافات وتحاول. لا، هل الحكومة أشعرت؟ أنا أريد أن أقف على هذه. هل الحكومة أشعرت المواطنين بهذا؟ وكم كانت مدة الإشعار؟ وهل يعني نسخة من هذا الإشعار وجه إلى المسجد الإسلامي، المجلس الإسلامي أو لا؟ إذا لديكم معلومة. دي ربما أنا أتركها للشيخ يعني. دكتور عبد الله. والله هذه النقطة طبعا ما عندنا تفاصيل فيها، وبسبب أن الأمر هذا حادثة مفاجأة حقيقة يعني. كيف كانت خلفيتها؟ علما بأن هدم كما تفضل الدكتور، هدم البيوت بسبب المشاريع قديما أيضا موجود حتى في داخل أديس أبابا. المشكلة هل كان في تعويض مناسب؟ هذه مسألة كبيرة جدا، حتى على مستوى أديس أبابا نفسها. الناس السكان القدامى الذين يملكون هذه الأرض عندما تم يعني نزوعهم من هذا المكان، هل كان يعطون تعويض؟ هذه مسألة أصلا موجودة كمسألة سياسية في المدينة نفسها دائما لم تحل إلى الآن يعني. بالإضافة إلى التخطيط الجديد هذا، جاء كما تفضل الدكتور أنه المباني طبعا أنواع، بعضها حديثة، وفيها تراخيص، ونحن نملك بيوت فيها يعني مثلا عندي أنا بيت فيها سك وكل شيء، منطقة شجر. ايوه منطقة شجر كانت هي مجاورة، لكن الآن التخطيط الجديد ضم مناطق ملاصقة للعاصمة كثيرا منها يعني، حتى صار بيوتنا كلها في شجر يعني. فبالتالي هناك بيوت حتى بجوار بيتنا يعني من لا يملك سكن اشترى من المزارعين قديما ولم يبني عليها، جاءوا وأعطوا لمن يبني، هذا لأنه ليز. فهذه بيوت كثيرة أيضا يعني. هذه الأشياء ليست جديدة، لكن الجديد أن يعني من خلال هدم البيوت التوجه إلى أماكن العبادة. قد يقولون حتى الكنائس نحن هدمناها، يقولون نحن طبعا في أرض الواقع ما وقفنا على الكنائس التي هدمت، لكن وهذا سؤال كنت أريد أن أسألكم عليه، هل هدمت الكنائس؟ هدمنا وسنهدم، يقولون أكثر من بين 800 مسجد وكنيسة، نحو 600 وزيادة غير شرعي يقولون. ربنا يستر، لأنه في مساجد عندنا بجوارنا مساجد كبيرة يعني، إذا كان يعني رخصتها غير متكاملة قد يأتي لها. لكن أحسن ما في الأمر أن المفاوضة الأخيرة، النقطة الأساسية التي نتكلم عنها، أن الحكومة اعترفت بخطأ هذا الأمر، بأنها مخطئة والاعتداء على المساجد، وبالتالي ما حصل بسبب هذا الذين تظاهروا وعملته الشرطة بمواجهة هذا الأمر بالرصاص المباشر، هذا كله ما اعترفوا بأنه خطأ، وينبغي أن يعني يفرج عن المسجونين كاملا بدون أي مقدمة. هذا ما أصرحه رئيس الإقليم، وفي نفس الوقت اعتذر رسميا عما حصل، وأن هذا خطأ، وأن المفروض كما تفضل الدكتور أن يكون إزالة هذه الأمور بالتشاور معكم، وفي المستقبل أيضا سيكون هذا لن نهدم بيتا، هكذا اللي قال، لن نهدم مسجدا، ما قال بيتا، لن نهدم مسجدا إلا بمشاورة مع المجلس، لأن هناك مساجد يقول غير مصرحة موجودة. فحقيقة الأمر مختلط بين البيوت وبين المساجد، والمساجد بما أنها أماكن عبادة والناس ما يصبرون عليها كما تفضلت، هو خط أحمر ثار الناس. طيب، أنا عندي سؤال مهم جدا دكتور عبد الله، لماذا
الناس نادوا المسلمين من الخارج بينما لديهم المجلس الأعلى الإسلامي. يعني ما الذي جعل الناس يثورون وينادون خارج المسلمين يقولون أنقذونا وكذا كما رأينا في السوشيال ميديا، في حين أن يعني ما هو يعني باختصار ألم يكن للمجلس الإسلامي موقف سريع في هذا؟ بلى. أولا قبل كل شيء يعني لابد أن نعرف أن هذه النداءات والصراخات التي في فيسبوك هذه ما هي من جهة مسؤولة ولا من المسلمين الداخل. هذه كل من سمع الحادث جاء على الفيسبوك ويتكلم ويدعو أنقذونا ونحن في أرض النجاشي وأرض بلال. هذه الصراخات كلها يعني كلام يعني ليس لها خلفية لا من الشعب في الداخل ولا من المجلس. والمجلس في بداية الأمر نحن حتى الحادثة ما سمعنا إلا من المجلس، لأنه الحمد لله قبل كل شيء أن تعرفوا أن المجلس الإسلامي الآن بأيدي. أنت عضو في المجلس دكتور عبد الله؟ بأيدي نحن من المؤسسين، لست في السعودية، أنا في الخارج يعني كيف أكون؟ المهم هذا المجلس بارك الله فيكم بأيدي ناس كانوا في خدمة المسلمين وفي الدعوة عشرات السنين، خلفيتهم وحياتهم كلها. فبالتالي أول ما حدث هذا الأمر المجلس الأعلى الفيدرالي وليس الإقليم فقط، الإقليم خاطب أن يوقفوا هذا الأمر وأيضا استنكر فيريد أن يتفاوض معهم في هذا الموضوع، أبوا لم يستجيبوا، فكتب إلى المجلس الفيدرالي الذي فوقه يعني المجلس الفيدرالي مباشرة كتب إلى رئيس الإقليم. رئيس الإقليم لا تجاوب أيام 3 إلى أسبوع لم يتجاوب. خطاب أشد من هذه اللهجة مباشرة إلى رئيس الوزراء. هنا عرفنا أن موقف المجلس حقيقة في هذا الموضوع جاد. فبالتالي نحن كنا يعني نخاف حتى يعني اللهجة القوية هذه للحكومة. إذا لم يستجب ستستجيب الحكومة ماذا يصير؟ المسلمون ثاروا، إذا لم يستجب لمطالب ذكرها المجلس بالتالي يأتي الناس الذين أصلا لا يرضون عن المجلس الآن أنه بأيدي ناس عاملين وخاصة توجههم أهل السنة، ويأتوا فيقولوا هذا المجلس لا يمثل المسلمين فبالتالي يزال. إلى هذا الحد وصلوا يعني. فحقيقة كنا نخاف من هذا أيضا. المهم أن استنفار جاء عفويا من كل الناس لما سمعوا من الداخل والخارج. كلنا نحن كمجلس علماء. طيب ما الذي حدث في مسجد أنوار؟ ما الذي حدث؟ المجلس الأنوار احكي لنا ما الذي حدث. مجلس الأنوار غير من المساجد يا شيخ، بما أنه يعني في داخل العاصمة وأكبر مسجد في البلد، والناس يعني بمئات الآلاف يعني عددهم كبير جدا يعني. جميل. هنا هو التظاهر فيه أو أي عمل للاستنكار ليس كمساجد أخرى، بسبب أنه أولا موقعه استراتيجي وكبير جدا، وفي نفس الوقت كثرة الناس. جميل. وهذا يعني أزعج الحكومة، وخاصة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قال يعني طالب بأن استنكار هذا الوضع يتم الآن مرحليا من خلال الخطب المنبرية، خطب الجمعة، وليس من خلال المظاهرات. لا. إيه نعم. هو لم يدعو المظاهرات، فبالتالي الناس طبعا لم يصبروا بسبب أن هذا الاعتداء يعني لابد أن يكون صوتنا أعلى حتى من المجلس الناس. جميل. نعم. جميل. فيعني في شباب يقولون لا حياة لنا والمساجد تهدم على رؤوسنا. الله أكبر. فحقيقة هذا الذي جعل الناس يعني ينفرون بشدة، والحكومة أرادت أن تمنع من خلال هذا. طبعا الشرطة لما توقف المظاهرات كما تعرفون يعني العنف هو معروف. حصل اشتباكات. نعم. صحيح. طيب دكتور حسن، الحكومة اعترفت بأن ما قدمته كان خطأ، برأيك لماذا اعترفت وماذا تقرأ في هذا الأمر؟ ويعني هل كان برأيك أن يكون هناك موقف أجمل من هذا من الحكومة؟ على كل هو دائما المواقف الأجمل هي أن لا يقع ما وقع. إذا كان الموقف الأجمل أن يكون هنالك تنسيق بين كافة المؤسسات، وأنا أعتقد أن الوصول إلى صيغة مرضية للأطراف كلها من خلال اشتراك كل الأطراف ما أتصور أنه فيه إشكال. لو أنك استصحبت المجلس الإسلامي منذ البداية
فيما يتعلق بالذات بالمؤسسات اللي ذات الطابع الديني الإسلامي. يعني من البداية هم الذين أقدر أن يخاطبوا ناسهم ويخاطبوا كذلك شعبهم المسلم، ويمكن أيضا البحث بعد ذلك في البدائل. يعني أنت عندما تهدم 20 مسجد، هؤلاء لها مصلين ولها رواد ولا، طيب أين يذهبون الآن؟ معنى كأنما أنت بطريقة أو أخرى أوقفت التعب. يعني حتى يمكن أن يتم من خلال المجلس الإسلامي أنك والله تترك لهم مثلا إلى أن يتم الترتيب لمساجد جديدة، يمكن أن تترك لهم بعض المواقع التي يقيمون فيها صلوات. لكن اللي حصل للأسف الشديد ما حصل هذه المراعاة، وبالتالي حتى ما يتعلق بالجهات القانونية أو الحقوقية في أثيوبيا أدانت هذه التصرفات، واعتبرت أن ذلك من الأشياء اللي حصل فيها قسر يعني، وفيها إكراه وفيها تجاوز للنواحي القانونية. فأنا في رأيي مثل هذه الأمور تحتاج إلى تنسيق، تحتاج إلى ترتيب، تحتاج إلى أن مراعاة النفسية المسلمة بالذات في إنه والله أنت عندما تهدم مساجد على رؤوس أصحابها، لأنه حسب المعلومات الموجودة إنه كان في معلومة من المجلس الإسلامي إنهم لا زالوا يتفاهموا مع الحكومة الإقليمية، والمصلين مطمئنين إنه ما في شيء عليهم، ثم يفاجئوا بعد ذلك بهذا الجهة. على كل قد لا يكون، أنا في تقديري قد لا يكون هنالك بعض الجهات الخفية داخل السلطات التنفيذية أنها تريد الإيقاع. ونحن لاحظنا مثلا في أثيوبيا في الآونة الأخيرة هنالك نوع من التفاهم ما بين الحكومة المركزية وما بين المسلمين في ترتيب أوضاعهم وإعطائهم حقوق كما هي لكل المواطنين، إعطائهم حقوقهم الدينية وإعطائهم كذلك حقوقهم المدنية. وبالتالي هنالك شعور على كل من بعض الأطراف بأن لا يستبعد أن تكون بعض الأطراف تريد الإيقاع ما بين المجلس الإسلامي الذي هو الآن يكاد يكون معبر حقيقة عن كل المكونات، وإعادة الأمور إلى ما قبل الفترة اللي هي الآن يشهد فيها على كل. هذه الإشكالية أنا أقول تحتاج على كل من المسلمين إلى اهتمام، وإلى فعلا أن يكون هنالك حاضنة شعبية قوية تقف خلف المجلس وتسنده، وفي نفس الوقت أيضا أن لا تتجاوزه في الإجراءات القانونية. يعني هي جيد أن تعبر عن صوتها، تعبر عن رفضها، تعبر عن حضورها، وإنه والله هدم المساجد ليس أمرا سهلا، وفي نفس الوقت أيضا تعبر عن مواطنتها في إنه والله نحن في هذا البلد لسنا غرباء ولسنا مواطنين من الدرجة الثانية. لكن فيما يتعلق بالإجراءات القانونية مع الدولة والتفاوض، الاصطفاف في تقديري خلف المجلس هو الأنفع والأجدى للمسلمين، لأنهم هم الذين يقدرون إن شاء الله موضوع المصالح والمفاسد وحسابات القوة والضعف بطبيعة الحال. يعني بعضهم قرأ في هذا الموضوع من اعتذار الحكومة أو من التعجل في هدم المساجد أن ثمة كيد يكاد للمسلمين، لربما في بعض المسؤولين أو في بعض الأقاليم دون الحكومة. كما تفضلت الحكومة هناك اتفاقية واضحة بين الحكومة والمجلس الإسلامي، وهناك حقيقة تقارب كبير. لكن هذا التصرف من بعضهم يقرأ بأن هذا هناك كيد خفي. ماذا تقول دكتور حسن؟ هو على كل في عالم السياسة عموما الناس لا تستبعد هذه التصرفات، وأيضا الحالة الإثيوبية تاريخيا تشير إلى أن هنالك قد يكون خوف عموما أو فوبيا مما يتعلق بظهور المسلمين وحضورهم الفاعل في المنطقة. النقطة الثانية، يبدو أيضا أنا لا أستبعد شعور بعض الأطراف أن هذه المنطقة الغالبية فيها هو العنصر المسلم، من خلال ما نراه الآن من حيثيات ومن حضور للمساجد وكذا، واضح أن الغالبية مسلمة. فأنت عندما تجرف وتهدم كل هذه المناطق بسكانها ومعابدها، لا تستطيع أن تضمن الآن أن يكون الأكثرية في هذه المنطقة أيضا من المكون المسلم. فأنا لا أستبعد على كل أن يكون هنالك تخطيط عموما في المرحلة القادمة لمسألة المنع والعطاء في الخطط الإسكانية، بحيث أن لا تكون تاريخيا منطقة أديس أبابا معروفة كإقليم تتبع لمن والمكون المسلم فيها هو الأكثر. لكن عموما لا نجعل التصرفات بريئة في مثل هذه الأمور. فمثلا كان يمكن أن بدل أن تذهب إلى اتجاه الهدم واتجاه إعادة التخطيط تماما والتجريف، كان يمكن أن تذهب إلى ما يعرف بتنظيم التخطيط، اللي هو والله أنت تضع الخطة الإسكانية، فإذا كان والله جاء شارع من الشوارع في بيت شخص تعوض هذا الشخص، لكن بقية الخطة الإسكانية تبقى تبقى الناس في مواقعها وتعطي كل ذي حق حقه. فأنت مثلا ما تهدم بيت لشخص ثم تتركه في العراء، وهذه تقريبا الآن تسلكها بعض الدول مثلا التي تحترم مواطنيها وتحترم شعبها، في إنه والله ما في حاجة اسمها طرد مواطنين من مساكنهم، لكن في شيء اسمه
إعادة التخطيط بما يتلائم والتحديث للمدن، بحيث أنت مهمتك تضع المساجد في مكانها في مواقعها، تضع الطرق في مناطقها، تضع الأندية في مناطقها، تضع الميادين في مواقعها. فإذا كان والله في هذا التخطيط جاء شخص مثلا وقع بيته في مكان ما، تقول له والله أنت نحتاج أن نعوضك في مكان آخر، لكن بقية الناس تتركهم كما هم. هذه الطريقة الأفضل. جميل. كتب بعضهم شيخنا الكريم إضافة إلى هذه النقطة يا شيخ التي ذكرتها، أن هناك من يقرأ أن هناك في هذه الحادثة هناك من يكيد تخطيط يعني سوء نية في هذه الحادثة. حقيقة لا يستبعد، لأنه نحن من خلال معايشتنا تصرفات بعض المتطرفين مثلا من النصارى الذي يعني عنده كراهية خاصة لنمو الإسلام في المنطقة. هذا أنت لا تستبعد يعني وجود هذا الآن، حتى باعتراف رئيس الإقليم عندما يقول أن هذا حصل خطأ، بمعنى أن الأمر يعني حصل بتصرف بعض الأفراد وقرار أيضا جزئي لم يكن من الحكومة المركزية توجيهه بهذه التفاصيل. قد يكون أزيل البيوت وأزيل المساجد غير شرعية، ولكن كيف قد لا يكون هذا مرضيا لدى الحكومة المركزية، وقد يكون من الناس السلطات المحلية تصرفت هذا التصرف، قد يكون يعني. لماذا؟ لأنه هناك طبعا تحصن كبير جدا من حيث الحرية الدينية في البلد كما تعرف، لكن بعض المدارس الحكومية في بعض المناطق في هذا الوقت الآن منعت أن تدخل طالبات المحجبات إلى المدرسة إلى الامتحان بمئات العدد. الآن القضية موجود بين الحكومة وبين المسلمين في تلك المنطقة. ممن هذا تصرف ناس متطرفين ولا يريدون التعايش السلمي، وقد يكونون هؤلاء أصلا يعني ممن يعمل ضد الحكومة حتى، يعني لا تستبعد أيضا، لأن الحكومة توها خرجت من الحرب، وفي نفس الوقت هناك معارضات في الداخل والخارج. هذا توضيح جميل. نعم، لا تستبعد يعني. جميل، هذا توضيح جميل. يضاف لها شيخنا مما يريب الناس أيضا، وإن كان معلومة تحتاج إلى توثيق وتدقيق، إنه والله يا أخي لما أنت تقول هدمت 20 مسجد والمسلمين يلاحظوا لم تهدم كنيسة واحدة، هكذا يقال. فإذا ثبت إنه والله أنت مثلا في الذي حصل أنك بادرت بهدم مساجد المسلمين وليس هنالك حتى الآن كنيسة قام أصحابها باحتجاج، فمعنى ذلك يشير أنك أنت في تصرفك ليس بريئا. فموضوع التخطيط معناها والله المنطقة هذه بكل ما فيها من سكان ومن معابد أن تتعامل معها بطريقة واحدة، لكن عندما تستهدف مثلا كمية كبيرة من المساجد ولا يلاحظ الأطراف المسلمة أنه والله أنت بقية المعابد تعاملت معها بنفس الطريقة، هذا على كل يريب أيضا ويجعل الناس في منطقة الشك. جميل. تم عقد اجتماع مطول بين يعني بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وحاكم إقليم وعليه نريد أن نطلع على ملخص وباللغة الأمحرية ثم سنترجمه إن شاء الله إلى اللغة العربية. أعطينا የእምነት ተቋማቱ ራሳቸው መፍረስ ያለባቸውን እንዲያፈርሱ እንጂ አሁን በኋላ መንግስት በራሱ ማፍረስ እንደሚያቆም እነዚህ ነጥቦች የተነሱ ሲሆን እና የተጎዱ ሙስሊሞችን አስመልክቶ ካለፉት 2 ሳምንታት ጀምሮ እስከ ትናንትና ድረስ የታሰሩት ሙስሊሞችን መፈታትን አስመልክቶ ዛሬ ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ ከፌደራልና አዲስ አበባ ፖሊስ አመራሮች ጋር ውይይት ይደረጋል። ያለምንም ልዩነት የታሰሩ ሙስሊሞች በጠቅላላ እንደሚፈቱ እንጠብቃለን። አላሁ አክበር። ሁለተኛ ባለፉት 2 ሳምንታት በአንዋርና ኑር መስጂድ
በሸገር ከተማ የፈረሱትን መስጊዶችን በመቃወም ላይ እያሉ የተገደሉ ሙስሊሞችን ቤተሰቦች አላህ መጽናናቱን እንዲሰጣቸው ለሟቾች ደግሞ አላህ የሸሂድነትን ደረጃ እንዲለግሳቸው እየተማጸንን በሸገር ከተማ በፈረሱት መስጊዶች ምትክ ከሚሰሩት መስጊዶች መካከል የሸሂዶች መስጂድ ተብሎ እነርሱን ለማስታወስ ይሰየማል። በመስጂዱ ቅጥር ግቢ ውስጥም የሟቾች ስም ዝርዝር በጉልህ በሚታይ መልኩ ይጻፋል። ሶስተኛ ባለፉት 2 ሳምንታት በሸገር ከተማ ለፈረሱት መስጂዶች ጋር በተያያዘ በተፈጠሩት ሂደቶች ጉዳት የደረሰባቸው ሙስሊሞችን ህዝበ ሙስሊሙ በመደገፍና ከጎናቸው በመሆን እንዲያግዛቸው ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የመግለጫው ሙሉ ቃል ይሄን ይመስላል። እናመሰግናለን። ጨርሰናል። ዝርዝር ማብራሪያዎች አይኖሩንም። ከውጭ ሀገር የመጡ طيب دكتور عبد الله خضر الآخر نعم ترجم لنا المقطع من الآخر وليس نعم. نحن نريد ملخص فقط. احنا اشعرنا المشاهد انه ثمت هناك اجتماع لمده 5 ساعات بين اقليم شقر مع مجلس الاسلامي، ونشيد بالمجلس الاسلامي على مواقفه الطيبه، وسوف نتحدث عن هذه النقطه وتعلقون عليها ان شاء الله. ايضا حث الناس على يعني اتباع مجلس الاسلامي. ما الذي دار في هذا الاجتماع وما هي ملخصه؟ وحقيقة الملخص الذي هذا ترى بيان صحفي من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أمس. جميل. تناول من خلال يعني جلسة لرؤساء المجالس. قبل ذلك ما الذي حصل أن المجلس بعد مخاطبات الرسمية وإرسال إلى رئيس الإقليم وكذلك رئيس الوزراء وعدم التجاوب، اتجه إلى خطوات أخرى أيضا، وهي أن في البداية جمع كل رؤساء مجالس الإسلامية في الأقاليم. يا سلام. اجتماع يعني جمعية عمومية عاجل. يا سلام. فقرروا من خلال هذا الاجتماع تكوين لجنة من 3 مجالس، مجلس العاصمة ومجلس الفدرال ومجلس الإقليم أوروميا. هذا من 9 أشخاص انتخبوا لمتابعة هذه القضية نيابة عن المجلس والمسلمين، فبدأوا التفاوض مع الحكومة، ومن خلالها طبعا يعني بدأت بعض الأمور تنفرج. بعدها الخطوة التي حصلت بعد هذا الاجتماع مع وزير السلام، جلسة في البداية مع وزير السلام والمسؤولة عن شؤون الأمن للعاصمة أديس أبابا. بعد هذه الجلسة مباشرة يعني مبادرات طيبة يعني من هذه الجلسة القوية التي كان فيها اللجنة هذه الاحتجاجات والمطالبة أيضا بتقديم مجرمين إلى العدالة بهذا يعني وزير السلام. بعدها مباشرة جاء تجاوب رئيس الإقليم والاتصال برئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ حجي مباشرة لعقد اجتماع بين الطرفين اللي هو رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفدرالي ورئيس الإقليم أوروميا في مكتبه في مقره. في هذا الاجتماع طبعا هذا الاجتماع انبثق منه أنه يعني اتفقوا على أمور. طبعا المقطع الذي قبل قليل هذا يسبقه بيان مشترك. هذا البيان عبارة عن أننا أولا الحكومة رئيس الحكومة إقليم أوروميا بدأ باعتذار وأي تأسف على ما حصل في الأنور من استشهدوا، ونص على أن يؤلمنا هذا، وأن أول ما نعمله يعني أننا نعيد بناء هذه المساجد. حتى قال مساجد يعني قبل أن سنعطي بدائل أراضي واسعة جدا، ولكن سنجعل قبل كل شيء أن يبنى مسجد باسم هؤلاء الشهداء، وفي داخل حوش المسجد يكتب أسماءهم قائمتهم تكون علنا للناس بما يدل على أنهم يعني يقولون نحن غير راضين على ما حصل. بدأ بهذا، ثم بعد ذلك طبعا أمور هم اتفقوا عليها على أنه نحن قضية البنايات غير الشرعية هذا كلنا متفقين فيه كما تفضل الدكتور. هذه سنمضي قدما ونريد تعاون المجلس غير المجلس. أيضا هناك ما يسمى مجلس الأديان الإثيوبية، وطالبوا أيضا هذا له فروع، وفي نفس الإقليم أيضا فرع لهذا المجلس طالب بالتعاون في الخطة المستقبلية. البيان يشمل هذا الاتفاق،
والذي جعل الحكومة بنفسها تعترف عن خطأ ما حصل، ثم بعد ذلك الإصلاح سيكون من خلال إعطاء ليس ما تتصورون فقط المساجد الموجودة، حتى طبعا المساجد الموجودة التي بنيت بطريقة غير شرعية يقول لن نهدمها إلا يعني من خلالكم، وإذا هدمنا لن يكون البداية بالهدم، إما بإيجاد البدائل. وأيضا يقول هناك طبعا مساجد كبيرة غير مصرحة، إيجاد التصريح أيضا من ضمن هذا الأمر، يعني أن تجعل شرعنتها يعني. جميل. وأخيرا الأخ الآن يتكلم النقطة الأخيرة التي تكلم عنها، وهو ما حصل في أنور، وأن يعني في مسجد أنور يعني أن الحكومة اعتذرت، وأن أول مشروع يبدأ أنه بناء مسجد الشهداء، وكذلك طالب الشعب بأن يكونوا مع المجلس في الخطوات المستقبلية في يعني أن تكون تنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع بمتابعة من المجلس، والشعب ينتظرنا بهدوء، وأن المساجد توقف المظاهرات. جميل. نعم. شيخ حسن، ما الذي جعل الحكومة تعتذر بهذه السرعة؟ هل هو ضغط من المجلس الإسلامي أو خوفا من اندلاع ثورة كبيرة ضد الحكومة؟ برأيك كيف تقرأ ذلك، في حين أيضا نشيد بالحكومة حقيقة على هذه الشجاعة وعلى هذا الاعتراف بما حصل والوعد بالخير، نشيد حقيقة بالحكومة. نعم. وعلى كل يبدو من خلال ما ذكر الدكتور علينا أن نفرق ما بين الحكومة المركزية، وهي يبدو أكثر تقاربا وأكثر تفهما عموما وأكثر أيضا حرصا على تحقيق السلام، لأن أي محاولة الآن لتأجيج الأقاليم وتأجيج الروح الطائفية والروح القومية في الأقاليم قد لا تخدمها. يعني بعد الحرب اللي حصلت الآن في شمال إثيوبيا، اعتقد الحكومة من مصلحتها أن يكون هنالك استقرار، وأن لا يحصل الآن تأجيج على كل لصراعات محلية. ولكن كما تفضل أيضا أنت لازلت في دولة لا زال نستطيع أن نقول فيها هشاشة، وخاصة في ظل أوضاع فيدرالية. قد لا تكون كثير من الأقاليم سياستها وبرامجها أنها منسجمة بطبيعة الحال مع الحكومة المركزية، فيمكن أن نتصور على كل بعض الأطراف التي لا تكون منسجمة مع خط الحكومة المركزية. هذه المسألة على كل واردة، لكن في كل الأحوال أنا أقول بأن الحقوق تنتزع بطبيعة الحال، ولا يمكن أن يمنحك شخص يعني حق بهذه البساطة في ظل أوضاع لا زالت الناس تتصارع لإثبات الحقوق. للأسف الشديد في منطقة أفريقيا يعني لم تعد هنالك الدول التي والله رتبت في حقوقها القانونية والحريات ومشاركة الجميع. لازلنا نحن في مرحلة بتاعت إعادة التشكل، وبالتالي أنا في تقدير المسلمين الآن يذهبون بشكل قوي جدا للتعبير عن مطالبهم الدينية، ويلتفون حولها ويلتفون حول مجلسهم بطبيعة الحال. ثم الهبة الخارجية أيضا التي حصلت في تقديري بغض النظر عن دوافع هؤلاء، يرون أهلهم وتأتيهم الفيديوهات من داخل البلد، لا يمكن أن نتصور أنهم يسكتون وهم على الأقل في وضعية أفضل من اللي هم في الداخل. يعني اللي في الداخل في النهاية محكوم بحسابات معينة، محكوم بأوضاع خاصة به، لكن اللي في الخارج عنده الفرصة للتعبير والحديث يعني. بل هنا أشير إلى أنه كان هنالك يمكن تواصل حقيقة مع إخواننا في الدعاة والعلماء من خارج إثيوبيا، لأن يكون هذا التضامن والتكاتف حتى مع بقية الروابط والعلماء. وحقيقة نحن جاتنا أكثر من دعوة وأكثر من حديث، وكنا مضغوطين ضغط شديد، لكن كنا دائما نوقع الإيقاع بتاعتنا، نقول لهم يا إخواننا نحن لا نسبق أهل البلد، فهم أعرف بأوضاعهم وأعرف بواقعهم. لكن نعم. حقيقة هذا أيضا من باب أنه حتى يعلم إخواننا المسلمون في أثيوبيا بأنه ما تجاهلت الناس صيحاتهم ولا تجاهلت مطالبهم، لكن هذه الروابط كانت تنتظر أن والله المؤسسة الرسمية للبلد، العلماء الموجودين، لأنهم أعرف بأن والله التحرك الخارج مفيد لهم ولا ليس مفيد لهم، يحدث حساسيات في الداخل ولا لا يحدث حساسيات. وبالتالي أنا هنا أيضا صراحة أشيد حقيقة بإخواننا الروابط العلمائية التي يعني حاولت أن تتواصل معنا في رابط علماء إريتريا وتسألنا بشكل مباشر، ونحن كنا حقيقة أيضا حريصين ألا يتم هنالك نوع من
التصعيد وبعضها صدرت بيان. بعضها صدر، صحيح كلامك صحيح، لكن الشاهد نحن كنا نريد أن يكون هنالك روابط كثيرة جدا كانت عندها استعداد، يعني أعداد كبيرة من المنظمات الخارجية، وهذه صراحة مهمة جدا. أنا في تقديري الآن الحكومات في أثيوبيا، الحكومة التنفيذية، البرلمانات، السلطات المركزية، عليها أن تدرك الآن في ظل حالة الانفتاح الموجودة الآن، لم تعد القضية، نحن لسنا في الستينات ولا في الخمسينات والله تهدم مسجد ولا يراك أحد، تقتل شخص، لا بالعكس. نعم. الآن كل شيء مكشوف. نعم. وبالتالي هذا العالم المفتوح على بعضه البعض، ما تتصور بأنه والله القرية المعزولة أن أنت تهدم مسجدها هي خلاص، لا، سيتضامن معها مليار مسلم أو مليارين من المسلمين بكل بساطة. صحيح. وبالتالي أنا في تقديري حتى لا تتضرر سمعة إثيوبيا، وهنالك الآن يعني أنا في تقديري بعد ما جاء أبي أحمد إلى رئاسة الوزراء هنالك صورة لا بأس بها عند كثير من المسلمين عن هذه الإدارة الجديدة، وأنها والله أعطت المسلمين حقوقهم الدينية ولم تعد تتعامل معهم كما كانت تتعامل كثير من الحكومات السابقة. على الحكومة في تقدير المركزية والحكومات الإقليمية أن لا تشوه هذه الصورة الزاهية وهذه الصورة الجميلة عن إثيوبيا، لأنه أنت والله لما تطلع 20-30 رابطة علمائية من مختلف البلدان أن والله المسلمين في أثيوبيا يتعرضون للاضطهاد ويتعرضون لانتهاكات دينية، هذا ليس في مصلحة الدولة الأثيوبية. صحيح. ولا في مصلحة أيضا المسلمين اللي موجودين حقيقة في داخل البلد. فأنا عموما أعتبر أشيد حقيقة بالروابط التي تواصلت، وأيضا في نفس الوقت أشيد بهؤلاء الغيورين الذين أيضا عبروا عن مشاعرهم وعبروا أوصلوا صوتهم، وأيضا أترحم حقيقة على الشهداء الذين أيضا راحوا ضحية هذه الأحداث، وأقل الوفاء لهم فعلا أن يكون هنالك ذاكرة لهؤلاء، أن يبنى لهم مسجد. وأنا صراحة أعتبر أن يصل المسلمون مع الآن الحكومة إلى أن أول مسجد يكون لهؤلاء الشهداء، هذا اعتراف بطبيعة الحال أول عن الخطأ الذي وقع، وفي نفس الوقت اعتراف بفضل بعد فضل الله سبحانه بفضل هؤلاء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذه المساجد. وهذه إن شاء الله من أقوى أنواع الشهادة، وهو ليست مدخولة كما يقولون، ليس لهم حظا دنيويا بقدر ما هم ثاروا لمساجدهم وثاروا لدينهم. جزاكم الله. حقيقة طيب، زيادة على ما قال الشيخ الدكتور في هذه النقطة، قبل كل شيء أريد أن أشكر رابطة علماء إريتريا وبالذات الدكتور حسن دائما على التواصل في هذه القضية معي. حتى قضية يعني نحن هل احتجاج لائق أننا نصدر مثلا، فقلت تريثوا. مع أننا طبعا كمنتدى علماء إثيوبيا في الخارج أول ما بدأنا نحن طبعا استنكرنا، وفي نفس الوقت طالبنا الشعب أنه ينتظر ما الخطوات التي يعمله المجلس، ما تجاوزنا هذا. مطالبات التي كتبها المجلس هي التي نحن نؤكد عليها، وأيضا المؤسسات يعني المدنية التي في الخارج في الجاليات أيضا كتبت بعض الشيء. لكن في نفس الوقت حتى من الداخل يقولون يعني نحن يعني حقيقة تعليقات الدكتور حسن في يعني على الوضع، وكذلك يعني تصوره للوضع يعني فوق ما تصورت حقيقة من خلال التعليق الأخير الذي تحدث عنه. وأنا أشكر حقيقة رابطة علماء إريتريا بهذا النظرة التوازنية. الرسالة إن شاء الله وصلت إلى غير الروابط والمؤسسات، غيرك من المؤسسات والروابط، أن يكون هذا هو الطريقة التي يتعاون معها في قضايا في داخل إثيوبيا، يعني لأنه في حساسية كما تعرف أن يعني الإنسان لابد أن ينظر إلى خلفيته كيف كنا واليوم كيف نحن، بالتالي لابد من مراعاة هذه الأشياء. وحقيقة رؤية توازنية جيدة ينفع حتى للآخرين، وأشكركم في ذلك. وحتى علماء يعني هيئة علماء فلسطين وكلهم كانوا يتصلون التنسيقية يتصلون، فقلنا تريثوا قليلا. الأخوان في الداخل يعني الحمد لله يعني في حركات نرجو من خلالها نتائج طيبة. من خلال ما ذكر الأستاذ ترى يعني قالوا أول ما نبدأ هذا المسجد، وبعده سنبني مسجدا في هذه المدينة يكون أكبر مسجد في إثيوبيا، بما أنه سينافس مشروع النجاشي الذي كان أعلنه رئيس الوزراء سابقا وعطى الأرض ولم يبنى طبعا. فيقول يتحدى يقول أكبر من هذا، أكبر مسجد في إثيوبيا يكون معلما تاريخيا تزار إثيوبيا من خلالها. وكذلك قال سنعطي أرضا لجامعة إسلامية لإثيوبيا.
للمسلمين في إثيوبيا. وعد هذه الوعود كلها تشير إلى أن فيه يعني حقيقة نقول ليس تراجعا عما كان، إنما كان يعني هذا الفساد لم يكن وراءها الحكومات المركزية حقيقة. طيب جميل. في 20 ثانية ماذا توجه الشعب الإثيوبي تجاه المجلس الإسلامي؟ نحن نقول هذا المجلس حقيقة ليس لموقفه الأخير الشجاع الذي كاد يضحي، يقول أنا يعني أفضل أن يزال هذا المجلس بأن نرى هذا الأمر في أرض في واقع أرض إثيوبيا. يعني ليس لهذا الموقف فقط، إنما أيضا من بداية أموره، يعني أنه مجلس حقيقة يعتبر المسلمون الآن عندهم مؤسسة ترعى شؤونهم وتدافع عن حقوقهم وتمثل تمثيلا جيدا لدى الحكومة، ليس لشؤون المسلمين فقط، إنما كان له دور كبير جدا في قضية تحقيق السلام والتعايش السلمي في البلد، من خلال أن الرئيس نفسه في المجلس الأديان الإثيوبية يعني نائب الرئيس، وله دور فعال في ما حصل سابقا من يعني إعادة السلام والأمن للبلد بعد الحروب المدمرة هذه. فلذلك نقول للمسلمين أنكم أمام مؤسستكم التي أثبتت جدارتها في الدفاع عن الإسلام وأهله، وفي نفس الوقت في إدارة المجلس بجدارة. فنقول يعني لابد في الخطوات القادمة هذه إذا استدعى أن المساجد هذه تبنى على إذا كانت الحكومة يعني ميزانيتها توفر وفيها نعمة، وإلا يكفي أنها إذا أعطت أرضا يعني في مكان جيد وأرضا كبيرا كما وعدت، أن يهب المسلمون إن شاء الله صفا واحدا في أن يجدوا معلما إسلاميا كبيرا في هذا المكان الذي أهين فيه الإسلام. جميل. هل لديكم شيء تختمون به دكتور حسن؟ والله أنا أكتفي بما ذكر الدكتور، وأؤكد على شيء واحد، وهو أن منطقة الحبشة تتميز بشيء مهم جدا نستحضره في ذاكرتنا التاريخية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق. فهذه الجزئية التاريخية أنا في تقديري هي النقطة الأبرز في التاريخ الإسلامي بالنسبة للمسلمين وبالنسبة لسكان الحبشة بشكل عام، اللي هي ظهور الملك العادل، ظهور الحاكم العادل الذي يتعايش في ظله كل المكونات ويأخذ كل ذي حق حقه. فهذه المسألة أنا أقول يجب أن لا تخسرها الحبشة وأن لا تفقد هذه الميزة، بغض النظر والله على رأس هذه الدولة الآن مسلم أو مسيحي، ليست هذه، لكن هل والله يجد الكل في ظل هذه الدولة أو في ظل هذه المنطقة. ونأمل حقيقة ونحن نتكلم الآن عن إثيوبيا، نأمل أن يكون ذلك في بلادنا، إنه والله يتمنى المسلمون في إريتريا أن يكون لهم مجلسا إسلاميا، أن ينالوا حرياتهم الدينية. ولكن أنا أقول أيضا التأثير حاصل، يعني ما لاحظناه الآن مثلا في رمضان، هذه الاحتفالات الضخمة للمسلمين، إفطارات الصيام ومشاركة المسؤولين، أدت بطبيعة الحال إلى ما رأيت تقريبا من انعكاس لصورة النقل الأعياد في لأول مرة في تاريخ إريتريا. تنقل صلوات العيد ويشارك فيها تقريبا بعض المسؤولين. فأنا أقول التأثير متبادل، يعني كلما قوي الإسلام في أثيوبيا، كلما ظهرت الحقوق في أثيوبيا، كلما تعاملت الدولة الإثيوبية على عدالة مع مواطنيها جميعا دون أن تظلم أي طرف من الأطراف، سينعكس ذلك على جيرانها بطبيعة الحال. فنحن حقيقة عندما نتناول في برنامج قضايا إريتريا ما يجري لإخواننا في إثيوبيا، نحن أيضا يصيبنا إن شاء الله هذا الخير بطريقة أو أخرى. قوة الإسلام في أثيوبيا وقوة للإسلام في إريتريا، بل وقوة للإسلام في منطقة القرن الأفريقي، وقوة العدالة أيضا، العدالة السياسية بشكل عام في دولنا ستعبر عن التنمية الصحيحة، ستعبر عن الحياة الكريمة لهذه الشعوب في هذه المنطقة، ويؤدي إن شاء الله إلى تكامل هذه الشعوب. وأيضا ترابط الروابط العلمية مع المنتدى الإسلامي في أثيوبيا في الخارج، وأيضا تواصلهم مع المجلس الإسلامي، أعتقد سيكون له دور كبير في بلا شك. بلا شك. ونأمل إن شاء الله أيضا، أنا حسب ما عرفت أيضا المجلس الإسلامي له مشاريع كبيرة جدا وبدأ في الآونة الأخيرة يتحرك. من هنا أيضا نناشد كل الروابط وكل التجار وكل المحسنين، هذه المشاريع اللي يتكلموا عنها ما ممكن يعطوك في النهاية أرض فاضية وما تجد من يبنيها يعني.
فأيضا لا بد ونحن نتكلم بدل نبكي على مسجد هدم، ربما مسجد صغير يسع 300 400 شخص، يمكن أن تبني مسجد يسع 300 ألف شخص يعني. صحيح. فقد يكون إن شاء الله قد تأتي أو يأتي الخير بالشر، أو يأتي الخير بالشر يا رسول قال لا يأتي الخير بالشر ولكن إن مما الحديث في صحيح مسلم. فالشاهد نحن يمكن إن شاء الله هذا الحدث أن نحوله إلى منحة، يعني هذا الإشكال الذي حصل يمكن للمسلمين أن يحولونه إن شاء الله إلى منحة. وأنا أعتقد أيضا هذه الهبة التي حصلت وهذا الشعور الكبير أعطى رسالة للمسلمين ولغير المسلمين بأن والله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أنه في مجموعة الآن تكلمت وهنالك من سار وهنالك من استشهد، ربما ما رأينا هذه النتائج إن شاء الله التي نتكلم عنها الآن. وهذه أيضا نعزز هذه المسألة أن الناس يجب أن لا يسكتوا إذا رأوا المنكر، يأخذوا بيد الظالم ويأخذوا بيد الذي وقع منه الشر ويعيدونه إلى، وهذه مصلحة الكل ليس مصلحة المسلمين فقط، لأن الآن المسلمين في الحبشة وغير المسلمين محتاجين إلى أن والله يتعايشون يتقبلون بعضهم البعض، يأخذ كل ذي حق حقه دون أيضا أن يكون هنالك تطرف من أي طرف من الأطراف. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، أرجو أن تكون الصورة قد وضحت لكم وسمعتم من قلب الحدث عن ما حدث في أثيوبيا وما حصل من اعتذار من الحكومة رسميا وما وعدت به من بناء المساجد مرة أخرى، واستمرارها أيضا في توجيه الناس وأيضا تبليغهم، لأنه سيستمر هذا الوضع من الإصلاحات ولكن بالتنسيق مع المجلس الأعلى. باسمكم جميعا أشكر الشيخين الجليلين دكتور عبد الله خضر المحاضر بجامعة مرمرة والدكتور حسن سلمان الداعية المعروف، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على خير. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.